صباح الخير او مساء الخير وقت ما بتشوفوا الفيديو بتاعنا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الكبده بالبصل بتاعه المطاعم يا جماعه. هنعملها بطريقه سهله وجميله. طبعا انا جايبه نص كيلو فلفل رومي اهو زي ما انتم شايفين مقطعاه، وكبد وقوانص بتاعه فراخ، وطبعا بصلتين اهو مخرطاهم. طبعا هنعمل طريقه عمل الكبده والقوانص، الكبد والقوانص بتاعه المحلات يا جماعه، حتى لو كبده عجالي برضو بنعملها بنفس الطريقه. يلا نشوف هنعملها ازاي. يا حبايبي شايفين انا هحط البصل دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه. طبعا بنصفر البصله الاول، بنخلي البصله تصفر زي ما انتم شايفين اهو. بنحط لها الزيت، هي بتبقى الزيت تاني ولا ايه؟ طبعا لو عندك قرن شطه اخضر بتحطي له، عندك اي حاجه بتحط لها. طبعا كل دوت هيستوي وهيخس طبعا، يعني البصله دي هتخس كده والفلفل برضو. طبعا اول ما بتصفر معانا البصله دي هنزل بالفلفل على طول اهو شايفين اهو يا جماعه. بنصفر البصله بتاعتنا، اول ما بتدبل البصله بس بنزل بالفلفل على طول شايفين اهو. بنخليها لما تدبل. طبعا لو عندك شطه حمراء شطه خضراء اي حاجه بتحطها اهو شايفين يا جماعه. طبعا هي كده اهو بتبدا دبلت معانا البصله زي ما انتم شايفين. بنزل بالفلفل اهو اهو يا جماعه. وبعد كده بفضل اقلب لحد ما الفلفل بتاعنا يستوي اهو 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 يا جماعه شايفين ده. بنفضل بقى كده نقلب فيها لحد ما تستوي. طبعا اول ما الفلفل بتاعنا ده ما يستوي بنزل بالكبده والقوانص بتاعتنا اهو شايفين. نفضل نقلب فيه كده اهو يا جماعه. افضل اقلب فيه طبعا لحد ما الفلفل ده ما يستوي كده ويدبل، لازم يستوي اهو يا جماعه شايفين. افضل اقلب لحد ما يستوي معانا اهو. طبعا هي لسه ما استوتش اهي، لازم الفلفل ده يدبل ويستوي كويس. وبعد ما يدبل ويستوي كويس بنزل بالكبده بتاعتنا والقوانص بتاعتنا اهو اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. هي قربت تدبل معانا اهو. وبعد كده هنزل بالفلفل بالبتاع دوت الكبده والقوانص بتاعتنا اهو. انا مستنياها كده لما تستوي كويس اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. طبعا هي اول ما الفلفل بتاعنا استوى بنزل بالكبده والقوانص بتاعتنا اهو. وافضل اقلب فيها اهو شايفين. طبعا بحط مرقه اهو يا جماعه. بفضل اقلب كده اهو. بحط المرقه، عندك شطه حمراء شطه خضراء بتحطيها عادي اهو اهو يا جماعه شايفين. بحط ملح اهي، بحط ملح، بحط فلفل اسود، بحط الحاجات اللي عندنا كلها واسيبها كده لما تستوي اهو يا جماعه شايفين. هي قربت تستوي معانا اهو شايفين. هي كده استوت معانا. هرجع لكم بالشكل النهائي، استنظروني
اهو هي كده استوت. يا حبايبي شايفين ده الشكل النهائي لطبق الكبده بتاعنا بعد ما استوى. اتمنى الفيديو يعجبكم. سلام يا حبايبي، بس اهم حاجه لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم مننا كل جديد. سلام.